حضرتك بس انا دلوقتي من ساعه ما اتجوزت عندي مشاكل زمان كتير مع يعني اهلي مع زوجتي، والموضوع ده ترتب عليه حاجات كتير جدا. ان انا طبعا كنت دايما اصلح ما بينهم كنت بتحبها؟ كنت بتحبها؟ بتقول لي كنت بتحبها؟ وما زلت بحبها. طب ما انت شاطر اهو، يعني يبقى ما تقوليش كنت بقى. لا انا بتكلم على المشاكل اللي كانت موجوده. لا قول انا احبها. يعني ودي تحل كل المشاكل يا احمد، دي تحل كل المشاكل. بس انت ذاكر كده ثانيه واحده، انا احبها كنت وما زلت وسابقى. فكل مشكله حبيبي هتهون لو عندك يقين بده. انت مسافر، انت على سفر غير مغترب. استنى، انت الدوحه، قالوا لي انك من الدوحه قطر. انت في قطر ومراتك في مصر ولا معاك في قطر؟ لا جاوبني كده بسرعه. لا معاك يبقى قطر روكسي يا واد. بدل معاك تبقى قطر. انت منين محافظه؟ انا من القاهره، من الهرم. يبقى قطر القاهره ما دام الاموره معاك. قول لي ايه المشاكل بقى براحتك، قول. انا المشاكل بقى ايه؟ انا لما يعني كنت قاعد مع والدي ووالدتي في البيت، كنا مشاكل ما بين اختي الصغيره وما بين الحاجات اللي هي كانت. استنى يا احمد والنبي، عشان خاطري، عشان خاطر ربنا وخاطر الناس والوقت والدنيا. هو انا بقى انا والاموره في قطر بنستذكر ونسترجع لما كنا مع ابويا؟ انتوا غيرين عايزين النكد يسافر بطياره معاكم ليه؟ ما انتوا سبتوا النكد لاصحابه. هم موجودين هنا. ابوك وامك رايحين في قطر، ده كلكم مهاجرين بقى. ايوه طيب حاضر. كلنا قاعدين هناك. طيب كنا قاعدين كلنا في بيت واحد، وحصلت مشاكل وبتاع اكتر من مره، ووالدي يطردني بره البيت يعني، ومشاني بره البيت، ورحت خدت سكن لوحدي وقعدت لوحدي وكل حاجه، وخليت الامور مدت عنا سنه وسنتين. بابك بيطردك بقى؟ ايه مناسبه الطرد يا احمد؟ ايه مناسبه الطرد؟ ايه مناسبه انه يطردك؟ مناسبه الطرد ان مشاكل اختي الصغيره مع مراتي، فيعني هو طبعا اختي ما بيسمعش من حد يعني. هو بنته خلاص بنته. انا مجوزك تقرف لي بنتي؟ ما هي بنتي زي ما انت ابني. امشي يا واد. اوف اتفضل قول. فاهم حضرتك ازاي؟ عارف. وبعدين بعد ما يعني طلعنا من البيت رحنا سكن وقعدنا لوحدينا، والامور صفت بعد سنه واتنين بقينا كويسين، ورجع العلاقه زي ما كانت. حصلت مشاكل ما بيني وبين زوجتي. ايه تمام. واشتكت لوالدتي وبتاع، وبعدين بسبب ان هي اشتكت لهم، جه والدي عنفني انا وقال لي لازم تمشيها من البلد وصفرها وما تقعدهاش معاك، وكان عايز يبوظ لي بيتي وقال لي هيديك في شغلك لو ما مشيتهاش. انت مخلف؟ انت مخلف؟ انا عندي ولد وبنت. وتمشيها وتاخد الواد والبنت ولا تديهم لابوك يربيهم هناك؟ لا هم قال لي نزلها عند مامتها، ونزلها مصر عند مامتها، ونزل عيالك ومش عارف. واقعد تشحتف انت بقى، واقعد تشحتف، وابوك يبقى سعيد وهو شايفك قدامه بتتلوى على عيالك. ايه الهبل اللي احنا فيه؟ ودلوقتي هم مقاطعيني، وخلى اخواتي يقاطعوني. واد يا احمد، يا واد يا احمد جاوبني. واد يا احمد. ايوه. انت شايف مراتك جلبت نكد وما تتعاشرش وفعلا وحشه مع اختك؟ لا بس خلاص شكرا. لا خلاص شكرا عشان توفر. رجعت مع اختي ايه كويسه وكل حاجه. قول. اختك عندها كام سنه؟ استنى اختك عندها كام سنه؟ اختي عندها حوالي 26 سنه. 26 ما اتجوزتش؟ او 25 سنه. ما اتجوزتش؟ لا لسه. معقده وكارهه مراتك عشان كانت عايزه تحصلها في جمعتها او قبلها ب3 جمعة، فبتطلع احباطاتها عليها. اشمعنى انت اللي خدت اخويا؟ لا هو امال اعمل ايه؟ امال احلل ايه؟ امال اقول بتنكدوا على بعض ليه؟ يا مراتك وحشه يا اختك وحشه يا الاثنين وحشين. لا هي مدلعه عشان هي اخر عنقود. هي مدلعه عشان البنت اخر عنقود ايه بس يا راجل؟ هي فيها عناقيد. انا الولد الوحيد فهي اي حاجه منها مسموعه له. اي حاجه منها مسموعه لوالدي. وانا نكره اكني مش موجود في اوعى تنزل مراتك. اسمع كلامي وانت لسه معايا على الهوا وابوك سامعني. اوعى تنزل مراتك ولا اولادك وتاخد شقه تحط فيها مراتك بعيد عن اختك، وما دمت شغال وعندك عيلين ربيهم، وفي نفس الوقت تروح تبوس رجل ابوك. قول له يابا انا بعتها، اعتبرها كأن انا وديتها مصر. انا دلوقتي ابنك. ما شوف مبروك. لا هتسمع انت مش انا بقول، مش انا. استنى يا احمد. استنى يا احمد. انا لو مكانك انا الكلام ده اسال عليه يوم الدين عند رب العالمين. انت قلت لاحمد ايه؟ قلت يعزل مراته وولديه ولا يشحتفش عليهم عشان هو متجوز، عشان سكنوا موده ورحمه والطفلين يبقوا معاه ويسعد مراته ومراته تسعده. ابوه نقره تانيه
ملوش دعوه بمراته، ابوه له احمد بس. وطي اركبك يا واد، يقول له حاضر يا بابا، ويروح اخر الليل لمراته ويقول لها انت بابويا وانت ابن امي، ويجي عند ابوه يكذب على ابوه ويقول له مرت مين وبتاع مين. انت عارف ابويا لو انا مش جايب منها الواد والبنت دول والله ما كنت قعدتها وانا اطيق عليك الهوى. انما بقى امرنا الى العيال دول بيحبوك يا ابويا حب، وهي غلبانه ابويا، ويسعى برضه ويسعى في الصلح كده كل شويه يقول له دي طيبه دي بتحبكم، وبرضه يروح يقول لها دول يحبوكي بيسالوا عليكي، عسى الله انها تندمج معاهم ويعيشوا انتوا كلكم في غربه. ما اندمجوش ان شاء الله ما تنيلوا على عينيهم. لكن انا اقول لابني صفر مراتك بعيالك يا حلاوه، واقعد اشوفه شبح، اشوفه قدامي شبح، بقيت انا كده اب اشوفه بيتلوى بالليل شوقا الى زوجته او شوقا الى طفله، بقيت انا ابا يا ابي كده. ده انا بقيت وحش كاسر، بقيت مجرم، بقيت حاجه مش بني ادمين اساسا.